مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموجة 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون انا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستديو الدكتور ياسر احمد، اختصاصي بامراض الكليه والمدير الطبي لمركز غسيل الكليه في مدينه قامشلو. نحن وانتم رح نرحب بضيفنا ونبدا بحلقتنا. اهلا وسهلا فيك دكتور. الله يخليك استاذ عماد، تشكرك على الاستضافه ولاذاعه بيار الحبيبه. شكرا لكم دكتور. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا عبر الرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4، عبر البث المباشر يلي عم يشاهدونا على صفحة الإذاعة بوير عربي. أي سؤال يخطر على بالكم بما يخص مرضى الكلية أو أمراض الكلية إذا صح التعبير، عبر سؤال تكتبوه عبر البث المباشر رح نجاوب على السؤال. متابعينا 429 مثل ما ذكرنا، 101 093 82 80 81 4 بوير عربي. رح نبدأ حلقتنا. طبعا موضوعنا بما هو بخص مرضى قصور الكلية. ترى مين هن مرضى قصور الكلية؟ بنسمع كتير أحيانا أنه مريض قصور كلية حاد أو مريض قصور كلية مزمن. كتير من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا الدكتور ياسر. بداية دكتور، لو تشرحوا لنا مين، شو بنعني بقصور الكلية؟ طيب خلينا نقول هلا القصور الكلوي بالعامية يعني الفشل الكلوي. تماما. بس التعريف الحديث له هو انه الداء الكلوي. الداء الكلوي نعم. يعني ممكن يكون عندنا اي اصابة، نفترض بيلة دموية عند المريض، عنده انتان بولي، عنده بروتين، تهريب بروتين، بس ما وصل لمرحلة القصور. نعم. القصور هو يعني ما له تعبير دقيق. تماما. الداء الكلوي هو داء كلوي مزمن. مهم. الإصابة تكون فيها أكثر من 3 أشهر طبعا عادة. بوجود قصور مفروض يكون عنا يعني التصفية بتقل، اللي بنسميه بنعتمد فيه على أرقام الكرياتينين. المرض أو المشكلة بتكون عنا أكثر من 3 أشهر. أقل من هيك عادة بنسميه قصور كلوي حاد، أو يعني بيكون في عنا تدهور بوظيفة الكلى أقل من 3 أشهر. وعادة هي فينا نفرق بيناتهم، إنه المزمن، قصور المزمن إذا أخذنا العنوان الصغير هذا، الوظيفة الكلوية غير قابلة للتراجع. تماما. بالقصور الحاد الوظيفة قابلة للتراجع بعد إزالة السبب طبعا يعني. هي كتعريف للقصورين مثل ما بيقولوا. تمام. دكتور، اللي عم يسمعونا هلا، في كتير ناس بيتعرضوا لمرض، او بيكونوا مرضانين بمرض معين، سواء حتى الكلية او غير امراض، ما بيحسوا على حالهم الا نتيجة الصدفة. بيروحوا بصير عندهم شكوى لحتى يزوروا الطبيب، بيطلع عندهم شغلات تانية. مثال ذلك مرضى الكلية اللي بيطلعوا عندهم أرقام مثل ما ذكرتوا، أرقام عالية. طيب، لنشرح بطريقة مبسطة للمستمعين لحتى يستفيدوا انه ايمت فيك تزور الطبيب، او يجب على الشخص انه يزور الطبيب، طبيب مرضي، يعني طبيب اخصائي امراض كلية. جيد. مثل ما ذكرت هلا بالداء الكلوي المزمن، مهم. يعني مثلا مريض عنده بيلة دموية، كريات حمر بالبول. عم يشاهد بالعين أكيد يعني دم. تماما. بالعامية دم في موجود، أو متغير لون البول عنده، مفروض تماما. جراء طبيب كلية أو حتى بولية. يعني إذا الإصابة مشكلة بولية تابعة للجراحة البولية بضل عنده المريض. مهم. إذا إصابة كلوية يعني بمتن أو البرانشيم الكلوي، طبيب الجراحة البولية بحول لطبيب أمراض الكلية. تماما. مثلا مريض عنده بروتين، مهم. بروتين عن تهريب بروتين أو ما نسميه الزلال بالبول، مهم. بيصير عنده وروم بالإجرين بالقدمين، مهم. هدول المفروض يتحول عن طبيب. لسه ما وصلنا مرحلة القصور، يعني فينا تمام. نتجنب المشكلة قدر حلو الإمكان. كتير. مريض داء الحصوي، إذا تنعمله دراسة استقلابية. شو المقصود بالدراسة الاستقلابية؟ خصوصا أنه شو سبب تشكل الحصيات. مهم. إذا قطعت هالحلقة أو السلسلة هي ممكن تسيطر على المرض. أما الحصيات المتكررة والانتانات اللي بتصير فيها والاستسقاء اللي ممكن يصير، ممكن يعرض الكلية لقصور كلوي، وممكن يوصل حتى مرحلة الديال والفشل النهائي يعني. تماما. مرضى الضغط ايضا. اللي عندهم، عم بحكي لك عن أمثلة طبعا. تماما. المريض اللي عنده
ارتفاع توتر شرياني مثبت. عدم ضبط الضغط الشرياني ممكن يوصل لمرحلة انه بيصير عنا أذية كلوية، فشل كلوي. مرضى السكري، وخصوصا مرضى السكري أيضا. نسبة كبيرة عنا بالمجتمع. ذكرناها قبل هلا أكيد. بعدة مرات انه اذا بتروح لأي مركز غسيل الكلية او مركز الديال، بتشوف تاخد احصائية بتشوف انه 50% من مرضى الغسيل هن مرضى داء السكري، 30% منهم مرضى الضغط، ارتفاع الضغط أكيد. الشرياني اللي عندهم ضغط. مهم. فمرضى السكري مرضى الضغط هدول نسبة كبيرة، يعني المفروض يراقبوا وظائف الكلية عندهم. مهم. مثل ما ذكرت حضرتك، خصوصا مرضى القصور المزمن. نعم. يعني كتير مرضى بيجوا او تكشفهم صدفة، مهم. او بيجوا مثلا بقصة او اعراض هضمية مثلا تماما. اقياءات. مع الاسف يعني هو القصور خصوصا المزمن وليس الحاد. الحاد ممكن يجي باقياءات، مهم. انقطاع بول، ألم. في شيء حاد، او مهم. في شيء مؤشر. مؤشر بياخذ المريض لعند الطبيب. اما بالقصور المزمن عادة يكون بيكون صامت. لا عرضي صامت، شوية وهن شوية تعب، يكون عنده هو الزلمة فقر دم او المريض عنده فقر دم، نقص همة، ما فيه يتحرك. تمام. هدول المرضى يعني على عكس الأمراض التانية، نفترض مريض الاحتشاء أو الجلطة القلبية، اللي بياخد المريض عند الطبيب أو المشفى هو الألم الصدري مهم. أو الألم القلبي، في شيء تمام. بياخدك عند الطبيب. بيستدعي يعني. مريض الصدرية، مهم. السعلة، ممكن نفس الدم يعني طالع مهم. دم من الجهاز التنفسي، مهم. بياخدك. مريض الهضمية ممكن إسهالات نفترض، مهم. أو دواعي يعني. في دواعي بتاخدك، عند في مؤشرات، في منبهات، تمام. محفزات للمريض. أما مريض القصور المزمن مع الأسف يعني هالمؤشرات قليلة كتير. لذلك عم نهتم اللي عندهم أمراض. فينا نرجع هيك فلاش باك إنه مريض السكري يا ريت إنه سنويا في شوية تحاليل تنعمل له. أيوة. مريض الضغط، مريض الحصيات، نعرف السبب كتير منيح، يعني إذا عملنا له دراسة استقلابية وحاولنا نكسر هالحلقة. المرضى اللي بياخدوا مسكنات كمان ننتبه لهم مهم. انه ما نزود على المريض. يعني ياما عم نشوف مرضى بتاخد القصة هو صاير عنده قصور، يعني بنشوف كتير مرضى بتلاحظ انه في عنده كيس من الادوية، تماما. يعني ممكن اذا تعدهم بيطلعوا 15 صنف صنف. دوائي. نعم. بتشوف الدواء هذا يعني ما له سبب، هذا ما له سبب، هذا ما له سبب، تكون حاطط المريض، يعني كتير مرات بنشوف حاطط دواء المسبب بجيبته مثلا، اللي هو تماما. عبارة عن نفترض ديكلوفيناك الصوديوم إبرة تماما. أو حبة يعني. مم. كتير عم شوف مرضى نصادفهم. تماما. حقيقة المعلومات اللي ذكرتها هاي بنتمنى المستمعين اللي عم يسمعونا هلا يستفيدوا من هالمعلومات القيمة. في كتير نقاط أكيد راح يذكرها الدكتور ياسر أحمد، اختصاصي بأمراض الكلية اللي هو ضيفنا بالاستديو. برنامج صحتك بالدنيا أسبوعي توعوي. بتمنى الكل يستفيد، او اللي عم يسمعونا او اللي عم يشاهدونا يشاركوا رابط الحلقة لحتى زملائهم ايضا يستفيدوا من هالمعلومات القيمة، للي حقيقة هالعضو النبيل لازم نعتني فيه. وصلنا لمواضيع ونقاط مهمة كتير، لسه في كمان نقاط اخرى رح نطرحها على الدكتور او نسألها. مستمعينا اللي حابب يشارك او يسأل فيكم تشيلوا السماعة وتتصلوا معنا. 429 101 هو رقمنا الأرضي. 093 82 80 81 4 رقمنا الواتساب. عبر رسالة فيكم تنضموا لنا بالبث المباشر. أكيد رح نجاوب على أي سؤال تطرحوه بآخر الحلقة. بوير عربي برسالة عبر البث المباشر رح نجاوب عليها. دكتور، الأعراض ذكرتوها. أنتم كأطباء أمراض كلية دكتور، كيف بتشخصوا التشخيص التفريقي أو التشخيص الرئيسي لمرحلة الحاد والمزمن؟ شو هي الإجراءات التشخيصية اللي بتتبعوها؟ هلا التفرقة هي بالسريريات مهم. الأعراض، وممكن الإيكو بيفيدنا كتير. أها. ومخبريات، تحاليل المخبرية. حلو. عادة الحاد اللي هو قابل للتراجع بأعراض صارخة، فينا نقول مهم. بيجي إقياءات، انقطاع بول، يعني ما في بول عنده. ترفع حروري مثلا. طرف إذا كان في حلو. عندنا إنتان مهم. ممكن ممكن. التهاب حويضة أو كلية، بس مو من حلو. يعني ممكن هون بيصير الحرارة، هون بتصير يعني عندنا التهاب حويضة أو كلية في سياق مرض قصور مزمن، في سياق قصور نعم. حاد. مم. عندنا اللي بيفرق كمان الإيكو وسيلة هامة للتشخيص والتفرقة. حلو. بالقصور المزمن الكلى بتكون صغيرة الحجم، مم. يعني
إذا عرفنا إنه الحجم الطبيعي للكلية هي من بحدود 9 ل 12 سنتي، فهي بتكون أقل. الصدوية بتكون مائلة للبياض يعني. ايوه. التمايز، في شيء اسمه التمايز القشري اللبي اللي نعم. ما بنشوفه يعني. التمايز المحيط بيكون مائل للسواد، اللب بيكون مائل للبياض. على العكس. بتصير بالعكس بيكونوا مثل بعض يعني. عدم التميز فعلا ما فيك تفرق بين المنطقتين ايوه. بالكلية. مهم. اما بالقصور الحاد لا، بالعكس ممكن يصير عندنا وذمة اهرامات، بتشوف كلية متضخمة حجمها منيح، مهم. اكثر من 19 سنتي. نعم. آه، هذا اهم يعني وسيلة بيناتهم. مخبريات، بالمخبريات بالمزمن عادة نشوف فقر دم، هون ما بنشوف عادة فقر دم. ايوه. اللهم إذا كان في عنا نزف، مهم. يعني نزف فعال، مهم. صار عنا هبوط ضغط، ممكن يصير عنا قصور كلوي حاد. بس عادة فقر الدم بالمزمن موجود، بالحاد غير موجود. الشوارد مثلا الكلس الفوسفور، في شوية تحاليل بتكون بالمراحل المبكرة بالحاد، المبكرة ها. وبالمزمن مثل بعض يعني، عفوا بالمبكرة مو مثل المزمن. بالمزمن تكون عن نقص كلس، زيادة فوسفور. هون بالمراحل الباكرة لا، بيكون عنا طبيعيات. في عنا كمان مثل ما قلنا السريريات، مهم. تم القصة السريرية، هدول اللي بتفرق أكتر شيء. تماما. دكتور، رح نتوجه لشوي موضوع ضمن حديثنا، ولكن لموضوع مركز الغسيل اللي حضرتكم بتديروا هالمركز الطبي. مؤخرا تم افتتاح المركز هذا، الجهة اللي فتحت هالمركز هذا، وشو هي الخدمات اللي بتقدمها لمرضى الغسيل أو مرضى الداء الكلوي، أو مثل ما ذكرتوا تفضلتوا. نعم. طبعا المركز افتتح بتاريخ تقريبا بأول الشهر العاشر، مهم. يعني صار لنا تقريبا شهرين. مهم. بإشراف هيئة الصحة نعم. بشمال شرق سوريا وبمدينة قامشلو. نعم. صراحة إني مشكورين كتير، يعني جهد كبير. إنه مركز الغسيل بيتطلب إمكانات مادية هائلة يعني. طبعا. الحمد لله يعني هلا شهرين الأمور منيحة. طبعا المركز بيتضمن في عنا 6 أجهزة، مهم. أجهزة حديثة. كان في مخبر طبعا، ولو في شغلات يعني السماء فاتت على قيد التشغيل. الأجهزة الحد الأدنى من العمل موجود تماما يعني. لزوم جلسات الغسيل، المرضى، تمريض عنا حوالي 8 ممرضين، مهم. يعني تقريبا ممرض لمريض ونصف حلو. فينا نقول. حلو. هو يعني مهم. معيار ممتاز. تماما. تمام. هو كان بالأصل في مفروض كان يكون عندنا 8 أجهزة. مهم. في شغلات صارت يعني ما تماما. غير معروفة الأسباب. مهم. طبعا الأيام القادمة بدنا نحل المشكلة هي. تماما. 8 أجهزة، إنه كل مريض أو كل تختين لممرض يكون مسؤول عنهم. تماما. هلا مبدئيا لا، بالعكس، ممرض للسرير ونصف. حلو. تمام. تمام. في عنا تخدير مهم. مساعدي تخدير. هذا يعني كان شغلة جديدة وطلعت منيحة كتير يعني نعم. حقيقة. أها. كل بيكون عندنا في طبيب مقيم كمان، جميل جدا. يعني طبيب مقيم مهم. بالوردية الوحدة أو الشيفت. نعم. طبيب مقيم بيشرف على المرضى بيشوفون. مخدر، مهم. 4 ممرضين. في عنا طبعا فني صيدلي، فني حلو. مخبري. مدير إداري دوما متواجد. تماما. بتشكره يعني، أها. بتشكر جميع أكيد الزملاء أكيد. وأصدقائي مشكورين. بالمركز. صراحة جهود يعني لا توصف. وفرتوا معاناة للمرضى، مرضى أكيد. غسيل اللي كانوا مهم. بيحتاجوا يعني ظروف البلد كلنا بنعرفها انه كانوا أكيد. بحاجة لغسيل، وما ما كان متوفر عندهم. طبعا هدفنا صراحة هو في شغلات أفضل من ان هيك. شاء الله. الأيام القادمة تكون أفضل. مهم. بالنهاية التقييم بيكون هو آراء الناس. طبعا اكيد. أكيد التقييم بده يكون آراء الناس، مو بس بظن الأمور إن شاء الله بتكون الأمور منيحة يعني تماما. اذا لهلا. حاليا المركز مفعل مرضى دكتور. طبعا مرضى مم. عنا بحدود كان في مركز المشفى الوطني مهم. يعني تقريبا مهم. أخذنا نص المرضى صاروا عنا. مهم. هلا هنيك صار في ضغط أخف عليهم، أها. المريض بيستفيد هنيك نعم. والمريض صار عم يستفيد عنا. تماما. تمام. أه سابقا المريض بيغسل عدد جرعات أقل. مهم. أه نتيجة الضغط طبعا كان ضغط كبير كان ساعات بالمشفى. الساعات يعني اكيد. المريض مفروض يغسل 12 ساعة بالأسبوع بمعدل
4 ساعات، مهم. يعني 4 ساعات 3 أيام بالأسبوع، كان يا دوب يغسل 6 ساعات 4 ساعات. مهم. هلا لا، المريض بياخد كفايته من العلاج اللي حلو. بسميه علاج، تماما. وليس يعني المريض مفروض يغسل ويروح على بيته مثل أي إنسان عادي مفروض يكون. اها. هذا هو الهدف عنا صراحة. الهدف أنه يروح المريض على البيت، فعاليات اليومية فيه يعملها، اها. يمشي يروح يجي زيارات. يمارس حياته الطبيعية. أبدا، العمل مفروض هذا الهدف هو. تماما. بظن أنه وصلنا لحد درجة منيحة، مهم. أنه عن طريق أسئلتي للمرضى اكيد. كيف فعاليتكم بالبيت، كيف عم تشتغلوا، لا الأمور منيحة الحمد مهم. لله. أه، الأدوية طبعا مجانية مهم. هي. مهم. هذا كان السؤال. مخبريات لا، الأدوية مجانية، تماما. هي أدوية غالية والجلسات مكلفة. تماما. طبعا الجلسات يعني معظمهم 3 جلسات. مهم. هلا في مرضى بيغسلوا جلستين صراحة، هو لظروف فينا نسميها ظروف خاصة بالمريض وليس خاصة بالمركز. نحن ظرفه بيحكم على ايه، الشيء هذا. مثلا المرضى محلهم يكون بعيد، مهم. محل السكن، هي تماما، هي الإقامة مشكلة مثلا. يعني. نعم. دكتور والله بدنا لا بنخفف الجلسات اها. بناء على طلب المرضى. طبعا دائما بنخبرهم لا، انت مفروض تعمل 3 جلسات تكون امورك افضل. افضل. في شغلات تانية كيف نعتمد عليها حتى اذا خففنا الجلسات، مهم. يعني مريض شاب بده شغل، بده يشتغل، مهم. مفروض يكون 3 جلسات، مفروض كمان مشان تكون فعاليته الاكتيفيتي تبعه تماما. افضل، مهم. يستمر بالحياة، يستمر بالشغل. مهم. مو مثل المريض مثلا يعني عمره كبير 75 80 سنة، المتطلبات الحياة تكون أقل منه، يعني اكيد. الشغل المطلوب منه أقل. اذا لكل ممكن مريض قاعدة معينة يعني او هو نظام. هو المفروض القاعدة العامة مم. الأساسية 3 جلسات بالأسبوع، مم. ولكن في استثناءات تماما. حسب الظروف حسب تقييم الاجتماعية. الطبيب. نعم. نعم أكيد. تمام. حقيقة مشكورة جهودكم دكتور تسلم. كإدارة لهالمركز هذا وللطاقم وللجهة الراعية والداعمة أكيد. لهالمركز هذا. وعلى أمل إن شاء الله المركز هذا يتطور بالأيام الجاية ويتفعل أكثر ليخدم عدد أكبر من المرضى. يعني كان معاناة بصراحة، يعني معاناة جدا يعانوا منها مرضى الكلية. دكتور لو نضطر لموضوع الكورونا ومرضى الكلية، أكيد عندكم مراجعين بالعيادة، فبيصطف أحيانا. يعني لو تحكون عن مرض كورونا ومرض الكلية، شو مدى ارتباطهم ببعض؟ هلا صاير الكوفيد 19 أو الفيروس هذا اللي مم. بنسميه المرض، هو القاهر الذي لا يهزم. نعم. حقيقة يعني غزا العالم إصابته. يعني. نعم. مهم. هل المرض بالطفرات اللي صارت عليه بأنماطه مهم. وسلالاته الجديدة، كل يوم عم نشوف فيه شيء جديد حقيقة نعم. يعني. سرعة تطور المرض، الأعراض، الوفيات اللي صارت. هلا آخر موجة هي الموجة الرابعة أصلا، كانت تماما. اللي طولت كتير. مهم. أجت بأعراض أشد، أخذت شباب بأعمار عدد أصغر. كبير من وبس القاعدة العامة كانت أنه صاحبي الأمراض المزمنة، مهم. مرضى السكري، مرضى الضغط، مع انه في شفنا حالات، يعني بذكر لك حالة صغيرة، مهم. مريضة من حوالي 15 يوم، مريضة سكري، مهم. عمرها 75 ل 80 مهم. بهالحدود، لا أصغر ولا أكبر. أيوة. مريض سكر، ضغط، إصابة بالكورونا، أيوة. صير عندها كورونا مهم. حديث. بعده بعشرات، مهم. بحدود ال10 أيام صايرة احتشاء عضلي قلبي، يعني جلطة قلبية، مهم. اضطرت تعمل قسطرة قلبية. أيوة. بعد القسطرة القلبية بيومين 3 صار عندها قصور كلوي حاد. أها. الكرياتين وصل لأرقام عالية، احتاجت لغسيل كلية. السبب ما كان المادة الضليلة المادة الضليلة اللي بترفع الأرقام. طبعا أكيد بوجود سكري، بوجود ضغط، بوجود شوية فقر عوامل دم، مؤهبة. عوامل مؤهبة بتزيد الخطورة. فعلا صار عندها هيك مع انقطاع بول. الحمد لله مش الحال يعني مع المريضة، وغسلت بحدود 3 4 جلسات ونفدت يعني. ما شاء الله. وفي مرضى أها. الصغار العمر طبعا. ممكن يعني بالنهاية ما. هي الأعمار بيد الله، نعم. ولكن الأمور العناية الطبية والعناية الإلهية طبعا أكيد أكيد. لها دور. أكيد. دكتور، ضمن سياق حديثنا حكينا عن موضوع الغسيل. طبعا يا ريت لو نحكي انه ايمت المريض بيستدعي انه كطبيب انتو هلا حضرتكم ايمت بيستدعي مريضكم انه خلص انت هلا صرت بحاجة لغسيل كلي؟ شو هي الارقام او القصة المرضية عند عند المريض انه صرت مريض غسيل كلية؟ او وايمت ما بيستدعي ل موضوع الغسيل؟
طبعا ديال الحاد والمزمن يعني في شغلات مشتركة وغير مشتركة. هلا بالمزمن اللي بحاجة لديال دائم أو غسيل كلية دائم، عندك التصفية. تصفية الكرياتين هي أها. بمعادلة تنحسب. طبعا مرضى السكري ومرضى الغير سكريين يمكن الأرقام تختلف. مهم. بحدود المريض السكري إذا وصل تصفية تحت 15، تصفية تحت 5 ولا الكرياتين تصفية، أها. معادل الكرياتين بتفوت فيها وبنحسبها. أها. هي طبيب الكلى عادة بيحسب تصفية تماما. تحت 15 عادة نعمل له غسيل. المرضى العاديين تحت 10 سابقا قبل عدة سنوات، لأنه تحت 10 وتحت 5 لا، مهم. هلا تحت 15 وتحت 10. وبنحضر المريض، واللي أغلبية المرضى عنا ما بتتقبل الفكرة أنه نعم. كيف صرت مريض غسيل، وممكن يدور على أطباء الكلى بالبلد ويمكن بكل سوريا، بعدين يقتنع أنه لا، يا مهم. ريت كنت على عامل حساب الوقت المأخذ. أيضا. طبعا مهم. المأخذ الوعائي الدائم وال... المؤقت، يعني مهم. المؤقت اللي بيعمل ممكن انتانات، بيعمل نعم. مشاكل. الحصول على مأخذ وعائي، مأخذ الوعي هو مركز أو محل ما تغسل فيه. نعم. في شي دائم بده يضل معك. قلال المرضى اللي صراحة بياخدوا بنصيحة الطبيب. مهم. أنا ما بعرف فيه قلة التأثير من الطبيب، أم أو هي ربما عدم نوع من اقتناع. الثقافة أو عدم نعم. نعم. والخوف، في صح. موضوع الخوف والتأثير النفسي أكيد في له دور. مثل ما قلال المرضى اللي بيقتنعوا، يعني مهم. إنه ما بيقنعوا نفسهم إنه هن فعلا مرضانين، لازم يعني محتاجين لهي العملية. آه، طبعا في غيره إنه فرط الحمل إذا صار، مهم. الاعتلال الدماغي يوريميائي، هي كمان من الأعراض مفروض المريض تماما. يبلش يغسل. مهم. انه تأثير اليوريا او البولة، هي مادة سامة ممكن تأثر على الدماغ، تأثر على القدرات العقلية، ممكن يفقد فيه الوعي، كوما، أيوة. في يفيد فيه السبات. تماما. هدول المفروض ينعمل له غسيل. فرط البوتاسيوم هي حاد او شاردة كتير مهمة، هي مهمة تنطرح عن جدا. بوجود قصور ما بتنطرح عن طريق الكلية. الأرقام فوق 6.2 ملي مكافأة على الديسيلتر. والمعند على العلاج مفروض تحتاج لغسيل كلية. نقص الصوديوم تحت 120. اعتلال الأعصاب اليوريميائي، يعني اليوريا أو الوسط السمي مهم. ناجم عن القصور الكلوي لما بيأثر على أعصاب الجسم وبتخطيط الأعصاب. طبعا بنشوفه هذا مريض بينحط على الغسيل، على يعني الغسيل. ديال دائم أو مهم. حتى بالحاد. مهم. مرضى الالتهاب التامور اليوريميائي، اللي مهم. شو التهاب التامور اليوريميائي؟ يعني بيصير عندنا التهاب بالتامور، هي المحفظة اللي حوالين أو الكيس اللي حوالين القلب، مهم. بيصير في احتكاكات، في التهاب، في مفروض هذا، وشوية مي ممكن يصير. هذا بالغسيل بيروح معنا مهم. وبيرتاح المريض. تماما. دكتور، لو نحكي عن موضوع التلقيح أيضا، الإشاعات حول التلقيح وأنواع التلقيح أو اللقاحات، خلينا نحكي عنهم. أنه كثير الناس عم نحكي أنه بنسمع أنه والله اللقاح الفلاني عمل العرض الفلاني. تأثير التلقيح على مرضى الكلية، زاركم شي مريض بخصوص هالشي هذا، أو تسجلت عندكم حالات آه، كانت الشكوى أنه آثار التلقيح، مثلا آلام كلية، ارتفاع كرياتينين، أو أي عرض آخر مثلا؟ هلا فينا نحكي عن تأثير، خلينا نقول أول شيء تأثيرات الكورونا ممكن تعمل عقم. ممكن في كتير مرضى أجوا برخاوة مثانة ما بتفرغ بشكل جيد، ممكن يصير عندهم قصور كلوي نتيجة التجفاف، نتيجة الصعدات اللي عم ياخدها، مؤقت ربما. نتيجة الإنتان. تمام. أما موضوع اللقاحات، هلا الحالات اللي تسجلت أنا بالعيادة بعد اللقاح مواضيع كلوية ما شفنا، بس شفنا صمات، أيوة. وحسب الصمات الشريانية، صمات بالإجر باليدين، ممكن صارت حتى دماغية. آه، أو فينا نقول المرض ظهر أعراض، كل الأعراض ظهرت على المرضى بس بحد أقل يعني. نعم. في ذكرت انه عملت التهاب كبد كلي بكل انواع، يعني تهريب بروتين بعد اللقاح. نعم. بعد اللقاح طبعا كمرض كورونا انا شفت عدة حالات جايين ببيلة بروتينية، تهريب بروتين بقصور كلوي، وعاملهم بعد الإصابة يعني، وهن مو عارفين أصلا جايين. المريض جاي مشان إنه تهريب البروتين محول يعني، لا،
في سياق المرض بالتصوير بالمسحة اوف عندك كورونا. هو تماما. في سياق اي هلا اي انتان فيروسي او حدا جسم ممكن يعمل له مشكلة كلوية. طبعا. اللقاحات نفسها عملت هيك. مهم. اعطاء اللقاح بنفس الفكرة نفس الطريقة عملت انه التهاب كبد كلي بكل انواعها عملت. مهم. طبعا ما سجلت حالات ولكن يعني مسجلة عالميا. نعم. تماما. دكتور، قبل ما نختم لقائنا، الأخت أو الأخ شيرو، ما بعرف مكتوب اسمه على البث المباشر، يسعد مساك أخي عماد ومساء الدكتور. كنت بدي أسأل كيف الواحد بده يعرف إنه معه التهاب كلية وشو هي الأعراض؟ بظن الدكتور ذكرها، لكن سؤالك إجا متأخر، أكيد رح يجاوب عنها بشكل مختصر الدكتور ياسر. هي حابة تسأل إنه كيف بدها تعرف إنه معها التهاب كلية وشو هي الأعراض. هلا في شيء اسمه التهاب حويضة وكلية. هو انتان خمج، يعني خمج فيروسي جرثومي. بفحص البول بين عنا نتريج أيوة. ايجابي، كريات البيض قيح، بده يكون عنا تماما. الم بالخاصرة، بده نزلات يكون عنا الكالسيوم حرارة، أو حالة عامة سيئة. مهم. او اذا انتان مسانة عادي، حرقة بولية، اعراض سفلية، حرقة نعم. بولية، تعدد بلاد بيطلع كتير لبرا. أها. هذا اذا كان الهدف او السؤال هذا. مهم. اما اذا في التهاب كبب وكلى اللي ذكرتهم، هدول أها. بيجوا بيلة دموية، ممكن يجيبوا ارتفاع توتر شرياني. أيوة. الأعراض تختلف تماما يعني. تماما. الأخ إبراهيم كمان على البث المباشر عم يسأل: دكتور، أنا معي سكري، من أسبوع صاير معي التهاب كبد ورمل، فشو الربط بيناتهم؟ هو سؤاله هذا كان. التهاب آه. كبد ورمل إيه. صراحة يعني موضوع منفصل. اللهم تماما. إذا أخذ ممكن دم، أنا ما في التهاب كبد مهم. A B C مهم. هو ما ذكر دوائي صراحة. يعني. مهم. تماما. بخصوص الرمل ممكن الدكتور يجاوب عن الشق الإكثار من السوائل تماما. هو الإكثار الأفضل من يعني. السوائل أكيد راح يكون هو الحل الأمثل. رح نختم لقائنا بنصائح وقائية من عند الدكتور ياسر لمرضى أو لجميع الناس اللي لحتى يتفادوا أنه يصيروا مرضى التهاب كلية أو التهاب كلية حاد، أو مرضى مثل ما ذكرتوا الداء الكلوي، إذا صح التعبير. نصائح وقائية من عند الدكتور ياسر لحتى نختم لقائنا. تسلم. طبعا مرضى اللي أمراضهم معروفة مثل السكري والضغط، وهي النسبة الكبيرة بين المرضى، يا ريت يعني انه يعني تحليل بسيط هو الكرياتين بفحص البول، لو سنويا مرة واحدة تنعمل، ومتوفر وغير وسهل وبسيط. مكلف. نعم. والإيكو وسيلة غير باضعة مثل ما يسمى، غير جارحة يعني، غير مكلفة، ما بتأذي، أبدا. وغير مكلفة أيضا هي. نعم. سنويا ولو مرة. مفروض المريض يزار طبيبه تنعمل له هالإجراءات. مهم. مرضى المسكنات مهم. نخفف، وأي دواء بشكل عام، الصادات أي العشوائية. صادات العشوائية، خصوصا مرضى الانتانات البولية. مش كتير بنشوف تعنيد على أدوية الصادات. تمام. لنشرح للمستمعين الصادات الحيوية. الصادات هي أدوية التهاب، يعني تماما. مثل الأوجمنتين، تماما. السيفيكس، إبر الروس اللي مهم. بتستخدم بشكل بشكل كبير. غير طبيعي. وفي حالة يعني فيني أفيد يعني كمان مهم. أنه خصوصا بمرض أو جائحة، هي الاستخدام المبالغ فيه للصادات أو أدوية مهم. التهاب لعلاج مرض الكورونا، مع للأسف. الأسف يعني خطأ كبير، نعم. حقيقة خطأ كبير. واستخدام أحيانا كنا نشوف يعني 3 4 أدوية أصناف نعم. مع بعض بدون أي مبرر. هي هدر للطاقات العلمية، هدر الأموال، نعم. وتعنيد نعم. وعند المريض هاي هي مشكلة في المستقبل تماما. حقيقة. أكيد. يا ريت يعني وصف الدواء، أي دواء كان، مهم. أن يكون بحكمة وبدراسة. يعني مريض كلفه ماديا، مثلا نفترض بيجوا كتير مرضى انه زرع نعم. بول او انتان بولي، لا تماما. اعملوا زرع أها. بول معلش، تحليل بسيط. بس تعطيه الصاد المناسب. أكيد. اما تعطيه عشوائيا حرام يعني. ما تمام. بتضره يا أكثر ما ريت بتنفعه. يا ريت تمام. يا ريت نحل هالمشكلة مع الزملاء يعني. أكيد. شكرا لكم دكتور ياسر أحمد، اختصاصي بأمراض الكلية والمدير الطبي لمركز غسيل الكلية في مدينة قامشلو، على هاللقاء الحلو والمعلومات القيمة. شكرا لكم دكتور. شكرا أستاذ عماد والكادر إذاعة إذاعة بوير. بوير. شكرا لكم، وشكرا لمستمعينا ومتابعينا الذي تابعونا. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة.